صباح الفل. النهارده انا مسافر ماليزيا وانا هعمل فلوج للسفريه دي. مش عارف انا لسه هعمل ايه، بس انا متاكد ان هي هتبقى سفريه لذيذه فيها حاجات كتيره جدا، وهشرب فيها قهوه ونكتشف الكافي اندستري في ماليزيا. يلا. كوالالمبور. كوالالمبور هي مدينة في ماليزيا من خمسينات القرن ال19، يعني تقدر تقول من 1800 وحاجة و50. بدأت أصلا قرية صغيرة جدا، وكانت قرية لتعدين القصدير، وتجري سنين عشان تبقى من أجمل المدن اللي ممكن تزورها. فيها أكتر من ناطحة سحاب، مساجد، معابد ومباني وحاجات جميلة جدا. مدينة بتجمع بين الثقافة والحضارة والتاريخ، فيها مراكز تجارية تحفة الحقيقة. وبالنسبة لي أنا كنت مبسوط جدا من السفرية دي، وحابب في الفيديو الصغير ده أخليكم كده تجسروا معايا التريب الصغيرة اللي أنا عملتها. اول يوم كنت لسه واصل، فنزلت افطر في مكان عادي جدا في مكان هناك، والحقيقه قهوته كانت لذيذه جدا. وانا كنت بحاول دايما طول السفريه ان انا اروح اماكن عشوائيه، اماكن مش متخصصه في القهوه، عشان اشوف الاماكن دي هتقدم برضو قهوه كويسه ولا لا. لان لو القهوه كويسه في اي مكان، ده كأن بالظبط بيعبر عن الكواليتي اوف كوفي في البلاد دي، او في المجتمع اللي انت بتشرب فيه قهوه عشوائيه في اي مكان. وفي المول اللي انا كنت روحته كان فيه هناك باتشا كوفي، وده براند اصلا بدأ في المغرب في مراكش سنه 1910. انا دخلت المكان ده تحفه، يعني المكان ده لو انت في اي مكان لقيته خشه كأنك بالظبط دخلت متحف للقهوه، عشان بجد هم عندهم انواع كتيره جدا، والباكجينج بتاعهم تحفه. وخدت لفه كده صغيره هناك. في نوع قهوه عندهم اسمه برايس جولد. القهوه دي يعتبر من اغلى انواع القهوه في العالم، تقريبا الكيلو بتاعها ب $9600. هي بتتباع موجوده عندهم هنا، بس القهوه دي مش معروضه الا لو انت طلبتها، عشان طبعا هي غاليه جدا. والقهوه دي المفروض ان هي برازيلي. خليني كده اخدكم معايا لاول مكان فعلا للقهوه انا رحته، يعني وهو فيكا كافي روسترز. هو مكان انا معرفش ممكن اوصفه ازاي، بخصوصا ان كل الاماكن اللي انا رحتها هناك تقريبا شبه بعض نوعا ما. انا ممكن مش هعرف اقول كلام كتير او اختلاف ما بين الاثنين، خصوصا ان انا كنت دي اول مره اصور فلوج بالشكل ده. بس هم هناك في ماليزيا بداوا يهتموا جدا بتحميص القهوه، بداوا يهتموا بالقهوه المختصه، حاجه كده شبه مصر شويه. الموضوع بدا يبقى زايد عندهم اكتر من الاول. ولو هتكلم على القهوه عامه، تحميصهم تحفه، خصوصا تحميص اللي هو ممكن قهوه اللي بتتشرب مع اللبن. التحميص بتاعه مميز جدا. انا ممكن كل الاماكن تقريبا اللي رحتها المتخصصه في القهوه كده انا تقريبا انبسطت منها كلها. والمكان ده موجود في منطقه نوعا ما يعتبر شعبيه، حتى بالليل المنطقه دي بتبقى زحمه جدا، بتبقى مليانه حاجات كتير جدا. المكان هادي قوي، اللوكيشن بتاعه بصراحه مريح جدا بالنسبه لي، ده غير ان عندهم ديزرتس مختلفه ممكن تجيبوها مع القهوه. هذا عصير الكوكونات لذيذ. ده مكان اسمه باتو كيفز. المكان ده من اقدم المعابد الهندوسيه الموجوده هناك، وهتعرف انك وصلت اول ما تشوف التمثال الضخم لمورجن، اسمه مورجن تقريبا. نسيب بقى كل الكلام ده ونركز في السلم الكبير قوي ده، تقريبا 272 درجه سلم، الوانهم تحفه، عشان في الاخر بتوصل للكهوف اللي هي باتو كيفز نفسهم. والحقيقه بعد ما وصلت اكتشفت ان اجمل حاجه في المكان ده هو السلالم والقرود اللي موجوده في كل حته. كنت بحاول ارخم عليهم الحقيقه، بس مفيش فايده. ممكن المكان ده ما فيهوش حاجه ممتعه قوي غير ان انت بتاخد تجربه انك تروح تشرب عصير كوكونات، تشوف القرود، تطلع الاماكن بتاعتهم. السلم بصراحه كان انا بحب، يعني سلالم ما كانت عجباني جدا. والاجمل من كده ان انت ممكن تتصور بقى صور جميله جدا هناك. المكان حلو قوي للتصوير.
كوفي بين اند تي ليف. هنا انا مش هكلمكم على قهوه مختصه او على احسن قهوه في الحياه او كل الكلام ده، بس هكلمكم على براند ممكن نقول عليه هو كوميرشال بس بجوده عاليه جدا. البراند ده اتاسس سنه 1963. كان في الاول بدا ان هو بيقدم خدمات القهوه للشركات، وبعد 3 سنين فتح ليه اول فرع في كاليفورنيا في امريكا، وكان الغرض ان هو يقدم قهوه جودتها عاليه جدا. وكون ان البراند ده بالكواليتي دي تبدا في الوقت ده، دي كانت حاجه جامده جدا ساعتها. وبدا بعد كده يتوسع اكتر في كاليفورنيا، وفي 1996 فتح 29 فرع في سنغافوره وماليزيا، ودلوقتي هو بقى موجود باكتر من 1100 فرع حوالين العالم كله. من تجربتي الشخصيه مش هقول لكم ان هي اجمل قهوه في الدنيا، بس اقدر اقول لكم ان هي قهوه كويسه جدا جودتها حلوه، خصوصا ان هو براند يعتبر كوميرشالايزد او هو تجاري قوي، وكون ان هو يفضل محافظ على الجوده بتاعته بالشكل ده فاظن ده حاجه كويسه جدا ليه. ده غير طبعا ان هو بيقدم ديزرتس حلوه جدا، المكان لذيذ جدا، وكان منتشر جدا في ماليزيا، وكل مكان اروحه الاقيه تقريبا. تاني كافي شوب انا اروحه فعلا انا حبيته جدا، ومن الاماكن اللي انا برشحها قوي في كوالالمبور هو كافي شوب VCR. البراند ده ممكن ملوش هيستوري كبير قوي غير ان هو اتاسس او بدا ليه جذور يعني من 1927. المكان يعني ممكن اوصفه بجمله جميله جدا ان هو كوزي قوي، مريح جدا، هو نيبرهود بليس صغير، وهم اللي بيحمصوا القهوه بتاعتهم. وانا فاكر لما شربت القهوه انا كنت جربت القهوه اثيوبيان، قهوه اثيوبي، والمعالجه بتاعتها معالجه مغسوله، وطلبت مع القهوه تيراميسو، كان طعمها حلو جدا. مش هقول انها احسن تيراميسو كلتها بس كان جميله، الاستاف كان لذيذ، وقعدت شويه بقى صورت المكان ده، وبصراحه المكان سينمائي قوي ان هو يتاخد له شوتس لذيذه، فانا كنت حابه جدا. لو انت من محبين الاماكن العاليه او المرتفعات، فالمكان ده اكتر مكان انت هتحبه تقريبا، وهو جينتينج هايلاند. اول حاجه اتكلم عنه طبعا هي التلفريك هناك بجد تجربه جميله بشكل غير طبيعي، وهي مش بتستخدم كنوع من انواع الفسحه بس، هي اصلا وسيله مواصلات هناك من محطه لمحطه. ارتفاع بيوصل ل 1800 متر فوق سطح البحر. في مثلا محطه تشاينا سوي ستيشن، وده معبد الحقيقه انا ما كنتش فاهمه، بس انا كنت مبسوط جدا بالمشاهد او الفرجه على الناريتيف سكالبتشر او النحوت اللي بتحكي التاريخ او معتقدات معينه. واخر محطه هي كانت سكاي افنيو ستيشن، وفيها فنادق ومول تجاري وكازينو وحاجات كتيره بقى. وفوق خالص انت في منطقه هتوصل لها كده هتبقى انت واقف في وسط السحابه، فهي فعلا منطقه عاليه قوي. والمنطقه التجاريه هناك بقى ممكن تروح تلف في الاماكن اللي انت عايزها، تشتري اللي انت عايزه، وكل حاجه موجوده. كان نفسي اقول لكم ان كل القهوه اللي شربتها في كوالالمبور فعلا كانت كويسه جدا، بس لو حد سالني ايه اكتر قهوه فعلا خذلتك، انا هقول زوس كوفي. وانت ماشي هناك في كوالالمبور كل شويه هتلاقي براند اسمه زوس باين قدامك باللون الازرق واضح جدا. لو انت واحد بتشوف اماكن قهوه كتير فهتعرف ان ده مكان تجاري جدا او قهوه كوميرشال، وفروعها بتتوسع بسرعه جدا. المفروض البراند ده اتاسس سنه 2019. انا جربت قهوته ما حسيتش خالص ان انا بشرب قهوه، ممكن ده المكان الوحيد اللي كانت قهوته ما جاتش زي ما انا كنت عايز. والغريب ان هو مكتوب على الويب سايت ان هم مكان السبيشالتي كوفي، القهوه المختصه، بس انا مش عارف يعني قصدهم بيها فعلا قهوه مختصه ولا لا. ممكن انا اكون جربت فرع ما كانش احسن حاجه، بس كان بالنسبه لي المكان ده هو من بره شكله حلو جدا، وكان نفسي جدا اجربه، وفي اعلانات كتير جدا عنه. بس لما جربته حسيت ان هو لا، انا لو رحت ماليزيا مش هروح البراند ده تاني.
صباح الخير. طيب يا جماعه، النهارده يعتبر اخر يوم ليا هنا في ماليزيا. هحاول ازور اكتر من مكان قهوه، احاول اركب او ان انا اعمل الفاينل ريفيجن، يبقى حاجات احاول ازور اماكن اكتر. النهارده اليوم مختلف لان دي حاجه انا ما كنتش عامل لها بلان شويه، ان مسابقه الباريستا بتاعه ماليزيا موجوده في ماليزيا شغاله دلوقتي. انا مش عارف انا ممكن استفاد ايه باليوم ده، بس انا هحاول استفاد منه ان انا اعمل بيه كونتنت. وفي حد مهم جدا هقابله في الكومبيتيشن دي، انا ما كنتش عامل حسابي ان انا هقابله، بس بالصدفه هو محكم في المسابقه دي. فيلا بينا نشوف النهارده هنعمل ايه. طيب دلوقتي انا في المكان رقم 3 اللي ارشحه جدا جدا في كوالالمبور، وكده هيبقى فاضل اخر مكان رقم 4، وده مميز جدا. بس خليني الاول اكلمكم عن براند بالب. انا مش هتكلم كتير على قد ما انا هصور لكم المكان وهوضح لكم شكله عامل ازاي. المكان برضو كافي روستري، هم بيحمصوا قهوتهم بنفسهم، وعندهم بقى ديزرتس والحاجات البريكفاست البسيط اللي ممكن تاكلوه عندهم. المكان انا عجبني ان هو اوبن قوي او واسع شويه، مريح في القعده جدا. والقهوه اللي انا شربتها كانت قهوه من البرازيل، وزي ما قلت لكم معظم الكافي شوبس الصغيره هناك اللي بتتبع السبيشالتي كوفي والسيرد ويف في القهوه طبعا بتبقى حلوه جدا. يعني انا ببقى مبسوط قوي وانا بشرب القهوه دي. وما خلصت بعديها طلعت على الكومبيتيشن. بالصدفه ان انا قابلتك، فدي صدفه جميله جدا عشان ما كنتش عامل حسابي عليها. اوكي، انا ساره العلي من السعوديه، حكم دولي معتمد في البروورز كاب واللاتي ارت والباريستا. طب موجوده في ماليزيا الفتره دي ليه؟ عشان في تصفيات لبطوله الباريستا واللاتي ارت على مستوى ماليزيا. برضو كنت موجوده في مصر وكنت حكمتي في مصر اكتر من مره طبعا. ايه الحاجه المختلفه اللي قابلتيها في ماليزيا مختلفه في المسابقه هنا؟ حاجه مختلفه، حاجه اتعلمتيها، طريقه معينه مختلفه بيطبقوها في المسابقه؟ في عندهم تنظيم بصراحه، بياخذوا كل حاجه بجديه، وحتى مثلا التصفيات ماخذينها بجديه كانها بطوله يعني رسميه. أوكي. طبعا اللي حيتاهلوا من هذه التصفيات حيروحوا للتصفيات النهائيه وحيمثلوا العالم. حلو قوي، شكرا جدا. I want to ask you, how do the Malaysian people drink coffee? Do they drink specialty coffee or commercial coffee? So for Malaysia, the coffee specialty coffee scene is actually getting improved and getting better. People nowadays, like, they will ask for like origins, and also they would like to ask you, oh, where's your coffee come from, and then how's your coffee taste like? So like more like acidic coffee, or maybe like more flavor. I think people are slowly, Malaysians especially, they are looking these kind of flavors. Okay, that's good. That's very good. بصراحة انبسطت جدا بتجربة ان انا جيت المسابقة في ماليزيا، وحاجة حلوة ان انت تعرف اكتر عن السين هنا في ماليزيا ماشي ازاي. دلوقتي بقى انا عايز اعمل حاجة ما عملتهاش من ساعة ما جيت، وهو ان انا اركب سابواي ستيشن او القطر او المترو، انا مش عارف بيسموه ايه هنا. طيب لو انت كملت معايا في الفيديو لغايه دلوقتي، فانت كده بتشوف اخر مكان انا هتكلم عنه، والمكان ده هو وان هاف. اول ما تخش هتلاقي بار كده، الناس قاعده على البار، وواحد بيحضر لهم القهوه بالراحه جدا براحته على الاخر. ومعظمهم هيكونوا مهتمين بالقهوه الفلتر اكتر، عشان ده اصلا سلو بار، وده معروف في القهوه المختصه. والمكان ده بيريسورس قهوه جودتها عاليه جدا، واخده سكور عالي قوي في القهوه المختصه، وده اللي بيخلي اغلى كوبايه قهوه عنده ب 3000 جنيه، او يعني بما يعادل 3000 جنيه. وهو مش غلاء منه، بس الفكره كلها ان حبوب القهوه اللي هو بيجيبها هي اصلا قهوه غاليه، وده اللي بيوصلها للسعر ده. وغالبا على سلو بار دايما مش هتلاقي ناس كتير قوي بتخش الاماكن دي، نظرا لغلاء الاسعار بتاعتها، وعشان مش كل الناس عندهم ثقافه ان هم يشربوا قهوه مختصه على سلو بار، لان مش ناس كتيره بتحبها. بس هي في سين القهوه المختصه هي حاجه قيمه جدا، وبيكون حريص وهو بيحضر لك القهوه بحيث ان انت تشرب قهوه سكرياتها مظبوطه، الاحماض بتاعتها مظبوطه، والمره مظبوطه. فكل كوبايه قهوه بتطلع لك وانت بتشربها الناس بتكون متمرنه كويس قوي ازاي تحضرها بالطريقه الصح. وعشان كده المكان ده مختلف جدا، تجربته مختلفه، ومش لازم تجيب اغلى قهوه موجوده في المنيو، ممكن تجيب قهوه بسعر تاني وبرضه هتستمتع جدا بالقهوه بتاعتها. واخر السفريه عايز اقول ان انا فعلا استمتعت بالقهوه في ماليزيا. هقول لكم ليه. بغض النظر بقى على ان انا استمتعت اصلا في ماليزيا كبلد سياحيه، كحاجات انا عملتها غير شرب القهوه. كوالالمبور مدينه جميله جدا الحقيقه، وما تشوفها على الطبيعه احسن بكتير من ان انت تشوفها على الانترنت. وفي اخر الفيديو عايز اقول ان فعلا القهوه في ماليزيا كانت ممتعه جدا. اول حاجه الناس بتحمص القهوه بنفسها، والتحميص بتاعها ممتاز جدا، فكل مكان هتروحه تقريبا هتستمتع بالقهوه. وتاني حاجه مهمه جدا في ماليزيا ان انا كنت دايما بخش اماكن عشوائيه، وكنت بجرب فيها
القهوه بتاعتها، والاقي ان القهوه مقبوله. وعاده لما تروح اماكن كتيره مش متخصصه في القهوه وتعمل قهوه كويسه، فدي علامه كويسه جدا. ولو جيت ماليزيا مره تانية تقريبا هروح نفس الاماكن اللي رحتها دي، وهحاول اكتشف اماكن جديده. كان نفسي اصور اماكن اكتر، بس المده اللي انا قعدتها ما كانتش كتير. واتمنى يكون الفيديو ممتع ليكم، واستنوني في فيديو تاني في فلوج تاني في بلد تانية بقهوه مختلفه، وكل ما هو قهوه فهو جميل.